سؤال من عندها مشكلة مع صاحبة بنتها. بنتي في أولى ثانوي، صاحبتها بنت مش كويسة، وكل ما أقول لها ابعدي عنها بتتمسك بيها أكتر. أعمل إيه عشان تبعد عنها؟ كتير مننا كأمهات بنبقى معترضين على بعض أو كل أصحاب ولادنا في مرحلة المراهقة. بيبقى في بنت معينة كده في شلة بنتي أنا مش راضية عنها خالص، فبروح للحل التقليدي بتاع إن أنا أقول لبنتي ما تتكلميش معاها تاني وما تصاحبيهاش، فطبعا بنتي مش بتوافق فأنا بتضايق. خلينا نتفق ان الموضوع ده ليه شقين. اول شق، حضرتك ما وضحتيش يعني ايه البنت مش كويسه. مش كويسه اللي هو ايه؟ ليه بقولك كده؟ لان احيانا امهات بتيجي تشتكي لي من الموضوع ده، ولما اسالها مش كويسه يعني ايه تقولي يعني باباها ومامتها منفصلين. طب ايه المشكله يعني؟ اصل باباها متوفي ومامتها بتربيها لوحدها. ايوه، ايه اللي خلاها مش كويسه؟ اصلها ما بتذاكرش كويس. ده ما يخليهاش مش كويسه. فاول نقطه لو سمحتي عرفي يعني ايه مش كويسه، لان وارد جدا رؤيتك ليها انها مش كويسه تكون مش صح. تاني حاجه، لو اتفقت معاكي انها مش كويسه فمثلا بتخلي بنتك تعمل حاجات مش حلوه غصب عنها. مثلا حضرتك متفقه مع بنتك على ميعاد رجوع من الخروج، فصاحبتها دي كل مرة تخليها تكسر الميعاد ده وتتأخر عليه. حضرتك مثلا منع الكلام مع الولاد، والبنت دي كل مرة تخرج مع بنتك تخليها تخرج مع ولاد. هنا هقول لحضرتك 3 نقط. حاجة ما تعمليهاش وحاجتين تعمليهم. أول حاجة ما تعمليهاش إنك تقولي لبنتك سيبي البنت دي وما تخرجيش معاها وما تعرفيهاش تاني. ليه بقول الكلام ده؟ لأن نتيجة الموضوع ده إن ولادنا بيعندوا أكتر وبيتقربوا أكتر من صحابهم اللي إحنا بنحذرهم منهم. مش عشان ولادنا وحشين، لكن عشان الفترة دي من المراهقة بيبقى إحساس الاستقلالية، وأنا مش عيلة وأنا أفهم أقيم الناس وأعرف أخرج مع مين وما أخرجش مع مين. بيبقى الإحساس ده عندهم عالي قوي. فلما ماما تيجي تقولي اخرجي مع دي وما تخرجيش مع دي بحس اني عيله فمش بسمع كلامها. فده طريق خسران ما تمشيش فيه. دي الحاجة اللي ما تعمليهاش، وحضرتك عملتيها وفشلت اوريدي، فده مش الطريق الصح. لكن الحاجة التانية اللي حضرتك تعمليها انك تتكلمي مع بنتك بهدوء وبالراحة، ان محدش يسيطر عليها، وانها تحترم اتفاقاتك معاها وتحترم ثقتك فيها. فلما نبقى متفقين على ميعاد يا حبيبتي ان انتي ترجعي الساعة 10 مثلا، خلاص يبقى هترجعي قبل 10 لو السما اتطربقت على الارض. محدش يسيطر عليكي ويمشيكي زي ما هو عايز. طالما احنا متفقين ان مفيش حاجة اسمها خروج مع اولاد، يبقى تأكدي على كل اصحابك، ما تسميش البنت باسمها، تأكدي على كل اصحابك قبل اي خروجة ان انا ما بخرجش مع اولاد، ولو رحتي ولقيتي ولاد تنسحبي كده بشياكة وذوق. فهنا انت هتكوني بتقوي شخصية بنتك وتعرفيها ان محدش يسيطر عليها ويمشيها زي ما هو عايز، وفي نفس الوقت ما تزحلقتيش معاها في زحليقة العند لانك ما سلطتيش الضوء على بنت معينة خلتها تتمسك بيها اكتر. الحاجة التانية اللي تعمليها، لو سمحتي حاولي تفتحي مدارك بنتك شوية وتخليها عندها صحبات من مجتمعات مختلفة. يعني لو افترضنا مثلا ان البنت دي صاحبتها من المدرسة، حاولي تودي بنتك كورس ولا رياضة ولا تعمل هواية، ولا تصاحبيها على جيرانها اللي في الشارع اللي من نفس السن، بنات قدها من المسجد، اي حاجة يبقى في كوميونيتي تاني، يبقى في مجتمع مختلف انتي راضية عليه وعن اخلاق البنات اللي هيتصاحبوا على بنتك منه، فتبقي بتعوضيها. فواحدة واحدة كل ما هي تنضج هتبقى بتقرب من الناس اللي شبهكوا وشبه اخلاقكوا، وهتبقى بتبعد عن الناس اللي بيبعدوها عن اهدافها. لكن تأكدي ان كل ما بتركزي على بنت معينة تقولي لها ما تتعامليش معاها، هتلاقيها بتعند وتتعامل معاها اكتر، عشان هي حاسة ان هي ما بقتش عيلة خلاص. وربنا يهدي ولادنا ويرزقهم دايما الصحبة الطيبة يا رب. سلام عليكم.